بسم الله ما شاء الله، عملنا كمية جميلة ازاي، وكله لون واحد وشكل بعض. حبة الرز شايفين اكنهم لسه مطبوخين طازة. جربوا الفيديو، شوفوا الفيديو وشوفوا التكات اللي فيه، هتلاقوا فيه معلومات كتير جدا لعمل البانيه. السلام عليكم يا حبايبي، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير وفي احسن صحة، ورزقكم ما ينقصكم ان شاء الله كده، تكتروا كتير كتير. وهنعمل مع بعض النهارده ايه؟ بانيه. كل الناس بتعمل بانيه، بس انا هقول لكم بقى على تكات فيه حلوه يخلي البانيه معاكم ينجح. انا معايا نص كيلو بانيه غسلاه، بغسله واحطه في الفريزر مغسول جاهز. ما اجي اعمله قطايه وبصلات، هي ناقصه ده حبه لبن لحته زبادي، بس مش مشكله، مش هتقع في الدنيا. معايا توابل، ما بحبش التوابل كتير زي ما قلت لكم. معايا معلقه ملح صغيره، معايا بابريكا، معايا بتاعه الفراخ، تتبيله الفراخ، بهارات الفراخ، كزبره، فلفل اسود مع عليه حبهان، ونص ليمون، وبيضه. انا هضرب الخلطه دي كلها يا جماعه في الكبه دي. كل الخلطه دي هضربها في الكبه. يا صوص، ولازم تدوقي تتبيلتك قبل ما تشتغلي فيها. لقيتيها دلع، حط لها لا شويه ملح تاني. لازم تبقى حادقه عن ايه، عن المعدل انك بتاكلها مستطعماها، لانها ايه، بالصلاه على النبي كده البانيه بيشرب حدوقيه يا جماعه. انا عايزه يا جماعه والله يعني افيد البنات الصغيرين. انا عارفه ان احنا كلنا كبار عارفين الحاجات دي وفاهمينها، الواحد نفسه يطلع. احنا مش واخدين من اليوتيوب حاجه يا جماعه، اليوتيوب ده ماهوش عايز يبقى معانا ابدا. فاحنا عايزين نعمل حاجه يمكن ناخد عليها صواب بجد. حط التتبيله دي، البانيه في التتبيله دي، واسيبه ساعتين 3 ربع. انت بتشتغلي، روحي شغلك وتعالي اعمليه. بحب تتبيلتها بدري. لسه في تكات ما تقلقوش، خليكم معايا لان في تكات في القلي. انا حطيت البيضه ليه؟ علشان ما احطش بيض كتير، دي نقطه. النقطه التانية عشان البيض ما يفصلش من بعض. انا كده مش هحط بيض تاني بقى. تعالوا بقى نشوف احنا هنعمل ايه بقى معانا تاني. دي بقسماط وفيجيتار، بقسماط وفيجيتار، وده دقيق بلدي الحبه الكامله يا جماعه، اللي هي القمح مطحون بكل حاجته كده، ما تخدش منه حاجه، لا طلع منه علامه ولا طلع منه اي حاجه. معانا كده ايه، دقيق معانا. احنا قلبنا الخلطه في بعضها كده، وهنمسك حته القطعه كده اهو، هنحطها بايدنا، وهنحط عليها الخلطه بتاعتنا الجميله دي كده اهو، واضغط عليها. شايفين؟ انا مش حاطه اي حاجه تاني، ولا بحط في الدقيق الاول ولا حاجه. شايفين القطعه عامله ازاي؟ ايه، هحطها في طبق ومش هقلقها على طول. قولي لي ليه؟ هقول لكم عايزاها تشرب عشان ما تنزلش البقسماط بتاعها ده في الزيت، والزيت يبقى ايه، يتحرق على طول. دي ما تشرب الخلطه هتبقى ايه، مشربه شويه كده، وما تشربش وما تسوتش الزيت وتحرقه. وهعمل بقى كله على كده قصته اعمال. هاجي هنا بقى اسخن. انا بحب اكل البانيه بعيش. هسخن للحاج حته حبه رز بايتين، هحط عليهم حته زبده صغنونه كده ومعلقتين ميه، وتوطي عليه النار وتسيبيه لما يسخن. الحركه دي بتخلي لك الرز احلى من ان انت لسه طبخاه. هنيجي هنا والزيت قرب يتقدح اهو، هحط حته زبده صغيره كده، البانيه عايزه، عشان انا مش عايزه الزبده تتحرق، مش عايزه الزبده تتحرق. حته الزبده دي هتعمل ايه، هتديك طعم البانيه تحفه، خلي طعمه حلو جدا، واكنك عامله سمنه من كتير. شوفوا بقى اللون، الدقيق على البقسماط بيديك لون حلو قوي، ما تخليش يتسرق. شايفين؟ اه كده بقى هطلع واحطه على ايه، على كده مش على ورق، الورق بيطريه. دي السلكه بتاع الفرن بتاع الكهرباء، واحط عليه كده، وهعمل بقيته كله على نفس النظام كده. اقلبيه مره واتنين ما يهمكيش، انا كده بقلبه على اساس ان هو شبه المنديل العام، يعني ما بيتعكش، وطريقه حلوه. وانا عايزاكم بجد تجربوها. شوفوا لا الكفر سايب ولا حاجه منه سايبه ازاي، شايفين؟ او واقطعه، هقطع لكم واشوره لكم. هرصه في الطبق بقى. البانيه اهوت، رغم انه متحمر كويس ابيض زي القطن من جوه، وكل ما تسوي الحاجه حلوه وتظبطي سواها هتطلعي منها، هتاخدي منها احلى شغل. والشويه الرز بتوعنا اللي عملناهم سخناهم، شايفين اكنهم لسه مطبوخين دلوقتي طازه.
هننسى كده في اللايك واشترك في القناه وفعل الجرس. محدش بيعجبه الفيديو كده يشيره لي يعني. والى اللقاء يا حبايبي، واشكركم جميعا ولكم لكم الشكر جميعا والله، اللي من مصر وبره مصر واجنبي وغير اجنبي، كلكم بشكركم جدا جدا.